أهلا بك في عالم البستنة المغربية. هل تساءلت يوما كيف تحول حديقتك الصغيرة إلى واحة خضراء مزدهرة طوال العام؟ نحن هنا لنشاركك أسرار الزراعة في كل الفصول. في حلقتنا اليوم سنأخذك في رحلة شيقة إلى عالم الخضروات الشتوية في المغرب، وسنقدم لك دليلا شاملا لزراعة أشهى وألذ الخضروات التي يمكنك حصادها في فصل الشتاء. لا تفوت هذه الفرصة لتعلموا كيف تحصلون على خضروات طازجة ونظيفة طوال العام. اشتركوا في قناتنا ليصلكم كل جديد. أهم الخضروات التي تزرع في ديسمبر في المغرب ومميزات كل منها. تتميز المغرب بمناخها المتوسطي المعتدل، مما يجعلها بيئة خصبة لزراعة العديد من الخضروات طوال العام. في شهر ديسمبر ومع اعتدال الطقس يمكننا زراعة العديد من الخضروات اللذيذة والصحية. إليك أهمها: 1. السبانخ. الميزة: تتميز السبانخ بأوراقها الخضراء الداكنة وطعمها اللذيذ، وهي مصدر غني بالحديد والفيتامينات. الفائدة: تساهم في الوقاية من الأنيميا وتعزيز صحة العظام. نصائح الزراعة: تفضل السبانخ التربة الرطبة الغنية بالمواد العضوية، وتحتاج إلى حماية من أشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة. 2. الخس. الميزة: يتميز الخس بأوراقه الخضراء الرقيقة وطعمه المنعش، وهو غني بالفيتامينات والمعادن والألياف. الفائدة: يساهم في الهضم وتحسين صحة الجهاز الهضمي. نصائح الزراعة: يفضل زراعة الخس في التربة الرخوة الغنية بالمواد العضوية، ويحتاج إلى ري منتظم وحماية من الحشرات. 3. الجزر. الميزة: يتميز الجزر بلونه البرتقالي الزاهي ومذاقه الحلو، وهو مصدر غني بفيتامين A. الفائدة: يساهم في تحسين الرؤية ويعزز صحة الجلد والشعر. نصائح الزراعة: يفضل زراعة الجزر في التربة الخفيفة والجيدة التصريف، وهو مثالي للزراعة في ديسمبر. 4. الفجل. الميزة: ينمو الفجل بسرعة ويمكن حصاده خلال فترة قصيرة، وهو غني بفيتامين سي. الفائدة: يعزز مناعة الجسم ويحمي من الأمراض. نصائح الزراعة: يفضل زراعة الفجل في التربة الرخوة والرطبة، ويحتاج إلى كمية معتدلة من الشمس. 5. البقدونس. الميزة: يتميز البقدونس بأوراقه الخضراء الداكنة ورائحته العطرية، وهو غني بالفيتامينات والمعادن. الفائدة: يستخدم في الطهي كتوابل، وله خصائص مضادة للأكسدة. نصائح الزراعة: يفضل زراعة البقدونس في التربة الغنية بالمواد العضوية، ويحتاج إلى ري منتظم. 6. الشبت. الميزة: يتميز الشبت برائحته العطرية وطعمه المميز، وهو غني بالفيتامينات والمعادن. الفائدة: يستخدم في الطهي كتوابل، وله خصائص مهدئة. نصائح الزراعة: يفضل زراعة الشبت في التربة الرخوة والرطبة، ويحتاج إلى كمية معتدلة من الشمس. 7. البصل والثوم. الميزة: يتميز البصل والثوم بطعمهما القوي ومذاقهما اللذيذ، كما أنهما من الخضروات الأساسية في العديد من الأطباق. الفائدة: يحتويان على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن، ولهما خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات. نصائح الزراعة: يفضل زراعة البصل والثوم في التربة الرملية جيدة التصريف، وتحتاج إلى كمية معتدلة من الماء والشمس. 8. اللفت. الميزة: يتميز اللفت بأوراقه الخضراء الكبيرة وجذوره البيضاء، وهو مصدر غني بفيتامين سي والكالسيوم. الفائدة: يعزز مناعة الجسم ويحمي من الأمراض. نصائح الزراعة: يفضل زراعة اللفت في المناطق المعتدلة من المغرب، حيث يحتاج إلى تربة رطبة وباردة نسبيا. 9. الكرنب. الميزة: يتميز الكرنب بأوراقه الكبيرة والكثيفة، وهو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف. الفائدة: يحسن الهضم ويقوي جهاز المناعة. نصائح الزراعة: يفضل زراعة الكرنب في المناطق المعتدلة من المغرب، حيث يحتاج إلى تربة رطبة وباردة نسبيا. نصائح عامة لزراعة الخضروات في الشتاء في المغرب: اختيار البذور المناسبة. تأكدوا من اختيار بذور عالية الجودة ومناسبة للمناخ المحلي. تهيئة التربة: قم بتجهيز التربة قبل الزراعة بإضافتها السماد العضوي وتحسين تصريفها. الري المنتظم: حافظ على رطوبة التربة بشكل منتظم، ولكن تجنب الإفراط في الري. الحماية من الصقيع:
في المناطق الجبلية قد تحتاج إلى تغطية النباتات في حالة انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير. بمتابعة هذه النصائح ستتمكن من الحصول على حديقة منزلية مزدهرة ومليئة بالخضروات الطازجة طوال فصل الشتاء. هل لديك أي أسئلة أخرى حول زراعة الخضروات في المغرب؟